الأحلام الممنوع تفسيرها. أيوة طبعا، هو ده عنوان فيديو النهاردة اللي هنتكلم فيه عن شيء مهم جدا في أحلامك المنامية. هي الأحلام اللي انت بتشوفها وتفسيرها هيبقى بالنسبة لك شيء صعب في حياتك. وزي ما شرحنا زمان إن الرؤية في مكان عال متى فسرت وقعت، يعني دايما حلمك المنامي اللي انت بتشوفه بيكون متعلق بعد ما انت بتشوفه على طول. ده بلطف ربنا عز وجل. أول ما تبحث عن تفسيره، أول ما يتفسر وكذا واحد يفتي في حلمك بغير علم، يبدأ يسقط مع أول تفسير يجيلك، وتبدأ تشوف حاجات في حياتك من باب سوء الظن بالله، رغم إن حلمك المنامي ما كانش كده. غير كده كمان في أحلام منامية صعبة جدا وتفسيرها فعلا هو صعب، ولكن طول ما انت محافظ على الحلم يفضل لطف ربك محوطك. عشان كده هنا هنركز في الأحلام المنامية اللي لما تشوفها تعرف إنها من الأحلام المسكوت عنها أو من الأحلام الممنوع تفسيرها، فبالتالي ما تحاولش دايما تبحث عن تفسيرها. رقم واحد من الأحلام المنامية الممنوع تفسيرها هي سقوط الضروس والأسنان. رقم اتنين، أحلام البحث عن فستان الفرح أو أحد مكونات العرس، سواء بدلة عريس، سواء فستان الفرح، سواء طرحة الفستان وإنك يوم عرسك ومش لاقية الفستان. كتير قوي من الأحلام المنامية اللي شبه دي بتبقى أصلا أحلام منامية تفسيرها هو شيء صعب في حياتك. ولكن هتقول لي طب لو أنا ما بحثتش عن تفسيرها كده الحلم مش هيتحقق في حياتي بما إن ده شيء صعب. هنا الإجابة هو لطف ربك دايما محيط بيك، فبالتالي اوعى دايما تستعجل قدر ربنا عز وجل في حياتك. أحلام كتير بتبقى تحت بند مصطلح الأحلام المسكوت عنها أو الأحلام الممنوع تفسيرها. برضو من ضمن الأحلام الممنوع تفسيرها وهي أحلام التعابين بشيء صعب أو بصورة صعبة جدا، زي أحلام تعابين جوه النار محيطة بيا، أحلام إني دايما بخرج حاجات كتير قوي وحشة من جسمي، سواء دمامل أو دايما دم من مناطق زي العورة أو ما شابه ذلك. كل دي اسمها أحلام المسكوت عنها. ضياع متعلقاتي الشخصية وإن أنا شهر بالحلم وأبحث دايما عن تفسيره من الأحلام المسكوت عنها. فبالتالي إن اتوجد في حياتك بعض الأحلام المنامية اللي بنتكلم عنها زي أحلام الدروس وسقوطها وكسرانها باختلاف حتى شكل الحلم، حاول ما تسعاش في تفسيره. حلم إنك في عرس وإنك دايما بتدور على البدلة اللي ضاعت منك أو جزمة الفرح وانتي بتدوري عن فستان الفرح أو الطرحة مش لاقياها، دي من الأحلام المسكوت عنها. برضو من الأحلام المسكوت عنها هي نوع من أنواع حلم الأموات، وهو موت الميت لتاني مرة. يعني كتير قوي من الناس بتصحى دايما مفزوعة إن أنا شفت والدي اللي ميت جه تاني في الحلم وتعبان وفجأة مات. فموت الميت لتاني مرة في الحلم المنامي مع أصلا موته في الحياة العادية الطبيعية، ده من الأحلام المسكوت عنها. اوعى دايما تبحث عن تفسيرها.